اول عميل في المونتاج مش هيجيلك من ابورك ولا من موقع خمسات، هو هيجيلك من حته ابسط من كده بكتير، بس 90% من الناس بتكسل تعملها. انت لو لسه بادئ مونتاج ودخلت بحثت على جوجل عادي وكتبت مواقع العمل الحر، دخلت مثلا على ابورك ولا خمسات ولا مستقل ولا اي موقع عامه، يعني هتحس نفسك ان انت داخل خناقه، وهتحس نفسك ان انت في وسط ناس عتاوله حرفيا. كل الكلام اللي انا اقوله في الفيديو النهارده ده تجربه شخصيه بالكامل، فانا يعتبر اقول لك على التجربه بتاعتي بالكامل، وماليش اي علاقه باي اراء او اي تجربه خاصه باي حد تاني. انا كمصطفى لما بدات مونتاج دخلت مثلا على جوجل وبحثت، كتبت مواقع العمل الحر، عملت ايميل جوجل وسجلت ودخلت على موقع خمسات وابورك ومستقل وكل المواقع اللي انت ممكن تتخيلها، ولا موقع جاب لي عميل حرفيا، مع اني كان عندي مهاره المونتاج وعملت شغل قبل كده، بس ما كانش فيه ولا موقع منهم قدرت ان انا من خلاله اجيب اول عميل. طب ايه الطريقه اللي انا استعملتها وجبت بيها اول عميل؟ اول حاجه انت هتعمل اكونتين، اكونت على الانستجرام واكونت على التيك توك، وهتسميه اسم ثنائي. يعني مثلا انت اسمك مصطفى محمد، يوسف محمد، اي حاجه بس يكون اسم ثنائي بالانجليزي او بالعربي مش هتفرق، بس يفضل بالانجليزي. تكتب في البايو بتاعك فيديو اديتور وهتحط التطبيقات اللي انت بتشتغل بيها، زي ايه؟ زي مثلا انت بتحط كاب كات او بريمير او افتر افكت او لايت موشن او في ان او فيفا كات كين ماستر، يعني انت اي تطبيق بتشتغل بيه هتحطه في البايو، بس يفضل انت ما تعملش حاجه زي كده، يعني انت تكتب في البايو بس فيديو اديتور وخلاص. اوكي، ده في البدايه يعني مبدئيا، لان انت طبيعي لسه ما اشتغلتش، وفي نفس الوقت في تطبيقات زي مثلا كاب كات ده ممكن تنزل السعر بتاعك شويه. بعد ما عملت الاكونتين بتوعك هتبدا ان انت تجيب فيديوهات مش متمنتجه، وهتبدا تطبق الليفل بتاعك او المستوى بتاعك في الايديت على الفيديو ده، سواء بقى انت بتشتغل على كاب كات او في ان او ان شوت، ايا يكن يعني التطبيق. هتبدا ان انت تطبق خبرتك في المونتاج على الفيديو ده. هتكرر الخطوه دي 10 مرات، وده حد ادنى للخطوات، يعني هتعمل 10 فيديوهات نفس الحاجه كده بالظبط. هتجيب الفيديوهات اللي هي مش متمنتجه وهتبدا تمنتجها باسلوبك وبطريقتك وبالليفل بتاعك في المونتاج. هتجيب الفيديو بتاعك وتحطه قبل وبعد زي ما ظهر عندك كده في اكونت الانستجرام بتاعي او اكونت التيك توك، وهتكتب عليه متاح للعمل او دي ام فور اديتنج او ايا يكن العباره اللي انت عايزها، يعني بتعرف العميل ان انت جاهز، ان مستعد ان انت تستقبل بروجكتات منه. بعد ما تنزل الفيديو ده هتبدا تنزل الحركه دي كل 4 ايام او 3 ايام، ما تنزلش على كده عشان تدي مساحه ما بين الفيديوهات ان هي تتنشر على التيك توك او انستجرام. يعني كل ما تكتر عدد الفيديوز كل ما فرصه ان انت تجيب عميل بتبقى اكتر. يبقى انت كده معاك فيديو تنشره على الانستجرام وتنشره على التيك توك، وتروح بعد كده لخطوه الفيسبوك، ودي اهم خطوه حرفيا. انا هسيب لك في الوصف 7 جروبات فيسبوك، هتجيب الفيديو بتاعك اللي انت عملته بيفور اند افتر اللي هو قبل وبعد يعني، وتنشره على ال7 جروبات اللي موجودين على الفيسبوك الخاصين بالمونتاج. كل الجروبات هتنشرهم كده وتكتب في العنوان من فوق وتحط رقم الواتساب بتاعك، وده اسهل طريقه. يعني انت ممكن تحط الانستجرام بس انا افضل رقم الواتساب، وتقول كالتالي: متاح للعمل، وده شغل يا جدعان، لو حد حابب شغل زي ده ممكن يكلمني. طيب انت نفترض بعد على 10 فيديوهات دول ما جبتش اول عميل، وده عمره ما يحصل، يعني ده عمره ما يحصل، لان انت لو بتفهم مونتاج وعملت مونتاج لل10 فيديوهات ونزلتهم زي ما انا قلت لك كده على الاكونت بتاع الانستجرام والتيك توك و7 جروبات الموجودين على الفيسبوك، استحاله ما يجيلكش اول عميل، استحاله. نفترض خلي عندنا افتراض ان ما جالكش اول عميل بعد 10 فيديوهات، ال7 جروبات اللي هم بتوع الفيسبوك انت تتابعهم 24 ساعه، كل ساعه حرفيا بينزل بوست بيقول محتاج فيديو اديتور. الناس اللي بتنزل البوستات دي مش منترين زينا، يعني مش فاهمين في المونتاج، هم ناس عايزين خدمه، عايزينك تمنتج لهم الفيديو بتاعهم، فانت تلاقي البوستات دي بالساعات في خلال 24 ساعه. تخيل بقى، شوف كام جروب بينزل فيه كام وظيفه يوميا وكام طلب، فانت هتستنى. وبيكونوا بقى حاطين رقم الواتساب. انا حرفيا كنت بعمل كده، يعني بجمع ارقام الواتساب عندي في الواتساب عندي، وببعت لهم، باجي على اخر اليوم كده وببعت لكله بقى اللي انا مجمعه، كل اللي نزل محتاج مونتين تدخله، صعب سهل خفيف ايا يكن يعني، ادخل على طول تمام، وقول له انا مونتير وده شغلي. هتوري له بقى الشغل بتاعك اللي انت عملته على الانستجرام والتيك توك، وممكن تبعت له الضرايب مفيش مشكله. بس فانت بعد كده لما يجي لك اول عميل وتاني عميل وتالت عميل، عايزك تتعامل مع العميل ان انت 100% هتسيب العميل ده اخر اليوم بتاعك. انا عايزك تتعامل معاه كده. ليه؟ لان انت لما تتعامل بالطريقه دي خلاص انت نشرك لشغلك مش هيقف، وفي نفس الوقت تطويرك مش هيقف. انت كل شويه بتنزل الشغل بتاعك، كل شويه بتنزل، حتى لو معاك عميل انت بتاخد الفيديو من العميل تمنتجه وتديهوله، وتاخد الفيديو ده تحطه بيفور اند افتر وتنزله على جروبات الفيسبوك او الصفحات بتاعتك عامه. انا مش بقول لك الخطوه دي عشان مثلا تشتغل كتير او تراكم العملاء عليك، لا، انا بقول لك الخطوه دي عشان توصل لسعر مناسب للفيديوهات بتاعتك. عايز تطور من نفسك، عايز تجيب عملاء كتير، تنشر شغلك، تاخد الفيديوهات اللي انت بتشتغلها مع العملاء دي تحطها قبل وبعد وتبدا تنشرها. وان شاء الله الفيديوز اللي جايه اعلمك ازاي
تعمل الفيديوهات بتاعتك دي بيفور اند افتر، سواء على البي سي او الموبايل. بس دي كانت فكره الفيديو النهارده، قلت لك على التجربه بالكامل. اتمنى يكون الفيديو قد نال اعجابكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، ولو عندك اي استفسار ممكن تبعت لي تحت على الانستجرام، هتلاقي الانستجرام والواتساب على ما اعتقد في الوصف. ما تنساش برضه تقول لي على فكره الفيديوهات الجايه، ان شاء الله الفيديوز الجايه تلاقيني بشرح مونتاج في ان على الموبايل وشروحات تانية كتير. فبس دي كانت فكره فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.